مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترياني نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. المحاصيل في مديرية علي القاش توجد في أوضاع جيدة. عقد اجتماع لبحث دور الشعب في مساعدة أسر الشهداء بمندفرة. توزيع قطاع الأراضي السكنية في مديرية حرزة. بريطانيا والصين تتوصلان إلى مذكرة خلال زيارة كبير الدبلوماسيين البريطاني. كوريا الشمالية تعلن العثور على حطام مسيرة عسكرية كوريا الجنوبية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 190 أسير حرب بوساطة إماراتية. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. أفاد مكتب الزراعة في مديرية علي القاش أن المستوى الذي بلغته الزراعة في المديرية هو نتاج للتنسيق بين المزارعين والمهنيين الزراعيين والهيئات الحكومية الأخرى، فضلا عن قذارة الأمطار. وذكر المزارعون أنهم قاموا بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه مسبقا، وأعدوا حقولهم تطبيقا لنصائح المهنيين الزراعيين. وأشار مسؤول التنمية الاقتصادية السيد برخت محاري إلى القيام بأنشطة واسعة لحماية التربة وحفظ المياه قبل حلول موسم الخريف، وزراعة 99% من الأراضي المخطط لزراعتها. وأوضح بأنه قد تم السيطرة على الجراد الذي ظهر في مناطق مايشيغلي وقرنفيت وأوغومو وبكو وبرار ودبرو وأوغارو، ولا توجد ظاهرة مقلقة حاليا من الجراد والآفات الأخرى. وقال مدير مديرية علي القاش السيد جدي ستيفانوس أن المحاصيل وصلت إلى مستوى مأمون، ودعا الشعب على بذل الجهود والتنسيق في الحصاد وجمع المحاصيل. عقد مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية مندفرة اجتماعا في 17 من أكتوبر بمشاركة ممثلين من 15 إدارة ضاحية وعمال المؤسسات الحكومية، بحث دور الشعب في مساعدة أسر الشهداء ورعاية القُصّر الجانحين. وأشاد خبير الرعاية الاجتماعية في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية سيد كبرى إسحاق بدعم المجتمع لأسر الشهداء، داعيا لتعزيز هذه الجهود باعتبارها من القيم الوطنية. وأوضح عضو المكتب السيد هبت عند مريم في الشرح الذي قدمه حول رعاية القُصّر أن الأطفال يمكن أن يتعرضوا لسلوك غير مرغوب فيه بسبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة وسوء الرعاية وانخفاض الاهتمام الأبوي. وقال أن للمجتمع مسؤولية كبيرة في رعاية الأطفال الذين يواجهون مثل هذه المصاعب وتقديم الدعم اللازم لهم. وذكر مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية مندفرة سيد جابرييل كحساي ومسؤولة العلاقات العامة في إدارة مديرية مندفرة السيدة إلسا هبتسين أن الشعب يقدم الدعم المالي والعيني إلى جانب العون الحكومي لأسر الشهداء. وأناشد بضرورة العمل الجاد لضمان استمرارية لما له من أهمية عميقة. واقترح المشاركون أن تعمل إدارات الضواحي مع الشعب لدعم أسر الشهداء والفقراء وخلق بيئة للأطفال الجانحين للمشاركة في الرياضة والتعليم والمهن وتفعيل لجنة أصدقاء الشباب. حقق زراعة البطاطس الحلوة في عد منغوتي بمديرية مندفرة تقدما جيدا. وأوضح خبير تنمية المحاصيل السيد فيساهي تسفاسيون في اللقاء الذي جرى في 17 من أكتوبر بمناسبة يوم المزارعين أن الزراعة التجريبية الجارية في مدرسة المزارعين تعزز التنسيق بين الخبراء والمزارع وتخلق وسائل عمل جيدة في تطبيق الزراعة الحديثة. وقال الخبراء المشاركون في أنشطة تنمية البطاطا الحلوة أن البطاطا الحلوة تساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي بسبب محتواها الغني. من جانبهم أشاد كل من مسؤول مكتب الزراعة في مديرية مندفرة سيد برخت تسفاسلاسي ومديرة إدارة ضاحية عد منغوتي السيدة سهايليش تسفاسيون بالمبادرات التي اتخذها المزارعون وحثهم على تنمية البطاطا الحلوة على نطاق واسع. وقال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الإقليم الجنوبي السيد يمان أباي أن إدخال البطاطا الحلوة يعد ضمن الجهود المبذولة لضمان الأمن الغذائي. هذا وتم في المناسبة عرض 13 طبقا معدا من البطاطا الحلوة. وزعت قطع الأراضي السكنية تسعة على 223 مواطنا بينهم 30 امرأة ممن استوفوا الإجراءات المطلوبة في إدارات ضاحية عد نفاس وعد غمشو وسبع بمديرية عرزة. وقال ممثل وزارة الأراضي والمياه والبيئة في المديرية السيد يوهنس تولي أن عملية توزيع قطع الأراضي مستمرة بعد إكمال الإجراءات المطلوبة. وأوضح مدير مديرية عرزة السيد رؤسهم كفل مريم أن عملية التوزيع هي استمرار لبرامج مماثلة تم القيام بها في السابق. وأعرب الحاصلون على قطع الأراضي السكنية عن الارتياح للاستجابة لمطالبهم، مؤكدين استعدادهم للاستفادة منها بشكل جيد.
نظمت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة فرع إدارة ضاحية أوروتا بمديرية أسماط حفل تكريم لأعضاء الفرقة العسكرية 34 المشاركين في بناء السدود ومشاريع التنمية الأخرى في المنطقة. وقالت مسؤولة فرع الاتحاد السيدة جمعية عبد الله في المناسبة أن سكان أوروتا وخاصة المرأة كانوا يسيرون مسافة طويلة للحصول على مياه الشرب، ولديهن الثقة الكاملة لحل السد الذي يتم بناؤه لمشكلة المياه في المنطقة. وأوضح مدير ضاحية أوروتا سيد إبراهيم محمد سعيد أن حفل القضاء والترفيه الذي نظمته عضوات الاتحاد الوطني للمرأة يهدف إلى تقديم الشكر لأفراد قوات الدفاع الذين يعملون ليل نهار للتخفيف من مشاكل شعبهم. ووجه قائد اللواء المناضل تخل هايلي الشكر لسكان أوروتا بشكل عام والأمهات بشكل خاص. وقال مدير مديرية أسماط السيد محرنا تخلاب أن البرنامج جزء من حفلات التكريم المنظمة لأعضاء قوات الدفاع في المناطق المختلفة. إدارة ضاحية أوروتا هي واحدة من إدارات ضواحي مديرية أسماط الثمانية، وتبعد مسافة 38 كيلومتر إلى القرب من بلدة أسند حاضرة المديرية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. اتخذت الصين وبريطانيا خطوات نحو المزيد من المصالحة، حيث بشرت بكين بخطوات حكومة حزب العمال الجديدة لتطوير العلاقات الثنائية باعتبارها نقطة بداية جديدة. ويزور وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الصين كثاني أكبر دبلوماسي بريطاني خلال 6 سنوات، وتسعى رحلته إلى إظهار أن بريطانيا تتبع نهجا استراتيجيا لبناء العلاقات مع بكين على الرغم من مجالات الخلاف الحاد. وتشمل زيارة لامي التي تستغرق يومين اجتماعات مع نظيره الصيني وانغ ونائب رئيس مجلس الدولة دينغ شيانغ المسؤول عن العلوم والتكنولوجيا في بكين، قبل السفر إلى شنغهاي للقاء الشركات البريطانية العاملة في الصين. وتظهر أرقام الحكومة البريطانية أن الصين هي سادس أكبر شريك تجاري لبريطانيا، حيث تمثل 5% من إجمالي التجارة. قالت كوريا الشمالية أنها عثرت على حطام طائرة عسكرية كورية جنوبية مسيرة في أراضيها حسب إفادات وكالة الأنباء المركزية الكورية. وحجمت حكومة كوريا الجنوبية عن الكشف عن إطلاق مثل هذه الطائرات المسيرة، أو ما إذا كانت قد أطلقت بواسطة عسكريين أو مدنيين. وتصاعدت حدة التوتر بين الكوريتين منذ بدء كوريا الشمالية في إطلاق بالونات تحمل القمامة عبر الحدود إلى الجنوب في أواخر مايو. وردت سيول بإعادة تشغيل البث الادعائي عبر مكبرات الصوت، مما أثار غضب بيونغ يانغ. وكثفت كوريا الشمالية من خطابها العدائي في الأيام القليلة الماضية، متهمة الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق طائرات مسيرة فوق عاصمتها خلال 3 أيام هذا الشهر، وهددت بكارثة مروعة إذا رصدت طائرة مسيرة أخرى في أجوائها. قالت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو وأوكرانيا تبادلتا 95 أسير حرب من كل جانب في اتفاق أبرم بوساطة من الأمارات. وذكرت الوزارة أن الجنود الروس العائدين يخضعون لفحوص طبية بسبب آثار الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام وفقا لوكالة رويترز. وأعلنت دولة الأمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 190 أسيرا مناصفة من الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2184 أسيرا. وتوسطت الأمارات منذ بداية العام الحالي في 8 عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى التوسط في ديسمبر 2022. في الخبر الأخير، أثار التراجع في مستوى مؤشر جودة الهواء بالعاصمة الهندية نيودلهي مخاوف دفعتها لاتخاذ إجراءات لتجنب تفاقم الأزمة المتأصلة وفق آخر تحديثات القطاع. ويقيس مؤشر جودة الهواء حجم الملوثات منها الأوزون والجسيمات الدقيقة والغازات الضارة، ويستهدف المساعدة في حماية صحة المواطنين والبيئة. ورصدت لجنة مكافحة التلوث في دلهي أبرز أسباب التلوث خلال الشتاء، وهي السيارات والقبار الناتجة عن الطرق وأعمال الإنشاءات وحرق الكتلة الحيوية والانبعاثات الصناعية. وتسبب تلوث الهواء في الهند بوفاة 1,400,000 نسمة خلال عام 2017. كما كشفت دراسة أجريت العام الحالي عن أن 7% من الوفيات بالهند مرتبطة بتلوث الهواء. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. المحاصيل في مديرية علي القاش توجد في أوضاع جيدة. عقد اجتماع لبحث دور الشعب في مساعدة أسر الشهداء بمندفرة.
توزيع قطاع الأراضي السكنية في مديرية عرزة. بريطانيا والصين تتوسلان إلى مذكرة تفاهم خلال زيارة كبير الدبلوماسيين البريطانيين. كوريا الشمالية تعلن العثور على حطام مسيرة عسكرية كوريا الجنوبية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 190 أسير حرب وساطة إماراتية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.